كنت قربت خلاص اشوف الفراغات في شعري قد كده وشعري كله كان بيقع. تعالوا نعرف ازاي انقذت شعري. اول حاجه زي ما انتوا عارفين ان الرضاعه بتوقع الشعر جدا، فبالتالي كنت محتاجه حاجه تقوي الشعر. انا جربت فيتامينات كتير جدا، منها المصري ومنها المستورد. الحقيقه مفيش حاجه جابت نتيجه غير حاجه واحده، اللي هو الفيتامين سنترم. جربت بيرفكتيل وجربت المنتجات المصريه كلها، سواء هاي بوتنسي، سواء كل المنتجات المصريه جربتها، وكل المنتجات الاجنبيه بتاعت الشعر كلها جربتها. مفيش فيتامين جاب نتيجه مع شعري وطوله غير السنترم. هو فعلا كان ممتاز معايا في تتقيل الشعر، بس انا عندي معاه مشكله صغيره، ان انت لازم تاخدي الحبايه مع الاكل، لان غير كده ممكن يتعب لك معدتك شويه. انا بقيت بستخدمه على طول بعد الاكل عشان ما يعمليش مغص، لكن غير كده هو ممتاز، وفعلا الفراغات في شعري بدات تتملى ويبقى الشعر طويل. كمان من اللوشنز اللي ساعدتني في تتقيل شعري وفي ان هو يملى الفراغات الكامينا موتو لوشن، اللي هو رقم 2، اللي هو اكسلريتور رقم 2. ده ممتاز في تتقيل الشعر، خصوصا لو في فراغات في شعرك، ده هيظبط الدنيا جدا. انا بقالي ماشيه عليه 3 شهور، الفراغات بدات تتحسن جدا، وبدات اشوف بيبي هير زي ما انتم شايفين كده. البيبي هير بدا يبقى احسن، شعري ابتدى يتقل ويطول شويه، فالحمد لله الدنيا اتظبطت شويه. اهم نصيحه في ان انت تتقلي وتطولي شعرك، حاولي في الفتره اللي بتتقلي وتطولي شعرك فيها ان انت ما تصبغيش شعرك، لان الصبغه بترهق الشعر جدا، خصوصا الالوان الفاتحه. لو عايزه تصبغي شعرك اصبغي ارقام غامقه، المشكله ان الالوان الفاتحه بتهلك الشعر جدا. فالفتره اللي انت عايزه تتقلي وتطولي شعرك لازم تبعدي عن الصبغه. ده شكل العلبه بتاعت كامينا موتو. خدي بالك ان انت وانت بتستخدمي اللوشن ده ان هو ممكن يزود لك الشعر الابيض، لان هو فيه خلاصه الروزماري، والروزماري معروف ان هو بيزود الشعر الابيض في الشعر، وده فعلا انا لاحظته اثناء استخدامي للوشن ده. انا مستمره عليه بقالي 3 شهور او اكتر. خدي بالك ان انت وانت بتستخدمي اي لوشن ايا كان نوعه مصري او مستورد، ان انت لازم تعملي مساج للشعر كويس قوي يوميا. كل يوم قبل ما تنامي تستخدمي اللوشن ده وتعملي مساج مساج مساج. المساج اهم بكتير من ايا كان نوع اللوشن اللي انت بتستخدميه. النوع ده للاسف سعره عالي، بس لو انت عايزه تلاقي بديل مصري، في نوعين مصريين حلوين قوي، واحد من بارك فيل والتاني من سباير فارما. الاتنين ممتازين، الاتنين حلوين، والاتنين جربتهم وجابوا نتيجة مع شعري، بس طبعا كامينا موتو اقوى منهم بكتير. بس لو انت عايزة حاجة تساعدك في الفترة دي لحد ما تقدري تجيبي الكامينا موتو، ده ممتاز جدا. بس لو انت عايزة تجيبيهم وتجربيهم لان هم ممكن يجيبوا نتيجة معاكي كبداية، جربيهم. افتكري ان اهم حاجة ان انت تعملي مساج للشعر، لان مساج الشعر هو اللي بيزود تدفق الدم في الشعر وبيزود نمو الشعر. العلبة بتستمر معاكي لفترة كبيرة، لانه حرفيا انا وصلت هنا. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة عشان تستفادي اكتر. باي باي.